يا ترى بابا يا ماما هيعرف مكاننا ولا مش هيعرف بينا؟ طب كان يجي معانا يا ماما. طب هو ايه اللي حصل؟ علشان انا كنت نايمة معرفتش ايه اللي حصل يا ماما. وصوتكم كان عالي ليه؟ في ايه يا ماما تبصلي كده ليه؟ هو انا عملت ايه؟ خلاص خلاص متقوليش. طب في ايه؟ طيب بتعملي كده ليه؟ بتتحوليش يا ماما. بقولك ايه يا بنت انتي، انا مش طايقة نفسي فمش عايزة رغي كتير. ماشي يا حاج، ان وريتك بقى انا ام زينب تحلف عليا بالطلاق. ماشي يا حاج، اصبر عليا بس، اصبر عليا بس. الو يا ماما، انت شايفه الحاج معايا يا ماما عمل ايه؟ لا يا ماما، انا استحملت كتير بس دلوقتي خلاص مش هستحمل اكتر عن كده. دي بقت عيشه تعرف يا ماما. ماشي هحكيلك. بص يا ست الكل، كل اللي حصل سلت امه واخته واخوه في بيتي شهر كامل وما اتكلمتش عشان انا ست اصيله. وقلت معلش الستر يا ام زينب وهي هتتستر وهتمشي. ان بقى يا ماما يجي قدامهم ويكسفني ويقول لي طبيخك مش حلو ليه؟ ده مفيش احسن عن طبيخي. بيهزر ايه كمان انت يا ماما؟ بيهزر ايه؟ هو في هزار كده يا ماما؟ في هزار كده؟ بقولك كسفني قدامهم. كسفني يا ماما؟ بيهزر ازاي يعني؟ لا بقى، وهما اللي عندهم بيقولوا لي ايه؟ معلش تتعلم ليه؟ هو انا متجوزه بقالي سنه ولا سنتين ولا 3؟ ده انا بقالي 10 سنين. ليه؟ ما عندهمش نظر ولا ايه يا ماما؟ خدت في نفسي وقلت معلش كلها يومين وهيمشي يا بنتي يا ام زينب وهتتستر، وهم خلصوا واتسترت وهيمشوا. انما بقى لما يمشوا يقول لي انتي يقول لي بقى ايه يا ماما؟ يقول لي انتي تعرفيش تطبخي ويعايرني باكلي يا ماما، بيعايرني باكلي يا امي. طب ده انا يا ماما كل ما حد يجي عندي يقول لي ايه؟ يقول لي طبيخك ده ولا طالبه دليفري. انا والبت زينب فين؟ انا خدت انا والبت زينب يا ماما رحنا عند المكان اللي انا برتاح فيه. يا ماما ما بقتش طايقه العيشه دي يا ماما. اصبر لحد امتى يا ماما؟ ده ما بقتش طايقه الدنيا. خلاص يا ماما، ماشي يا ماما، ماشي، انا عرفت اعمل ايه يا ماما. مع السلامه، مع السلامه. امشي جنبي وانت ساكته وما تنطقيش بحرف. الو يا فاطمه، بقولك ايه، انا فكرت كويس جدا في الكلام اللي انت قلتيه وانا موافقه عليه. قوليلي انت بس طلبات الخطه ايه وانا غير هنفذ. ماشي تمام. ايوه تمام. طيب يا حبيبتي يا فاطمه، شكرا قوي. مع السلامه يا حبيبه قلبي، سلام. ان وريتك يا حاج هخليك تشد في شعر راسك. ماشي يا حاج ماشي. اول حاجه هتمسكن لحد لما اتمكن، هاخد كل املاكه باسم انا. مش لما يكون حلت حاجه الاول. اول حاجه هكلمه واقول له معلش سامحني من الكلام الفاضي ده. بعد كده بعد ما اخد اللي انا عايزه، قصدي اللي انا عايزاه، مش هكلمه تاني. بس كده. الو ايه يا حاج؟ ما تزعلش مني، انا راجعالك، ده انا بحبك والله. ايوه بحبك وبموت فيك. ايوه راجعالك. باي باي يا حاج، باي باي. طبعا. انت سمعتي كل حاجه. حسن عينك تنطقي بحرف واحد يا حالك مصاصه.
بشيبسي، بكيكة، ببسكوت، بشوكولاتة، أي حاجة تنطقي بحرف هقلع لك قرع. الله يسامحك يا حاجة، قلبت دماغي، قصدي هحلق لك زلبطة وهخليك عبرة من يشتري. هجوزك وانت صغيرة وهخليك تمسحي في بيوت الناس وهخليك تمسحي السلم طوله بعرضه كل يوم 3 مرات. وغير كل ده هتموتي اصلا قبل ما كل ده يحصل. ها هتنطقي ولا لا؟ هتنطقي بحرف ولا لا؟ ايه انطق بايه يا ماما؟ هو انت شايفاني زيزو ولا ايه يا ماما؟ بس انا ممكن لو جاب لي نوتيلا اوافق عادي. ايه مالك بتبصلي كده ليه؟ والله ما هقول حاجه، والله ما هقول حاجه. حبايبي الحلوين، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك تحت القناه باللون الاحمر وتفعيل الجرس علشان كل ما نعمل فيديوهات جديده توصل لكم. يا حبايب قلبي زيدا من جوه، لا اله الا الله وانت